طبق الكشري اللي مفيش لا كبير ولا صغير ممكن يختلف عليه. كلنا بنحب الكشري جدا كمان. هنعمله المرة دي بطريقة مختلفة جدا وتكات هتخليه مميز جدا. أول مرة هتشوفوها هتكون معايا إن شاء الله. أنا هالة، يا ريت لايك وشير للفيديو لو عجبكم إن شاء الله. ويلا بينا نشوف هنعمل الكشري الخطير جدا جدا ده إزاي. أول حاجة هبدأ بتجهيز البصل. عندي بصلاية قطعتها شرايح أو جوانح. بفضل نستخدم البصل الأبيض. حطيت عليها معلقة من الدقيق ومعلقة من الملح. هبتدي أقلبه بالراحة كده، أغلف الدقيق كده في البصل، مش عايزاه ينزل ميته ولا حاجة، ما بندعكوش، بنقلبه بس. هحط بقى كمية زيت محترمة وهنزل فيها بالبصل، ونخلي بالنا من كمية الزيت عشان الزيت ده هيكمل معايا لآخر الكشري. هنشوف ازاي. أول ما البصل هيبقى باللون الذهبي الحلو ده هطلعه على مناديل مطبخ طبعا واسيبه يصفي، وهكمل باقي كمية البصل. بصفيه بس كويس وبخليه يكمل تصفيته على مناديل المطبخ عادي جدا. شايفين ما شاء الله لونه حلو جدا ومقرمش جدا كمان. باخد بقى الزيت اللي انا استخدمته وبفضيه في طبق كده. الزيت ده اللي هكمل بيه الكشري كله، يعني انا مش هستخدم اي زيت من بره، هستخدم الزيت اللي حمرت فيه البصل. هحضر بقى العدس بتاعي. هنا عدس بجبة حوالي كوباية، وهحط عليها ميه عاديه خالص بسيبها تغلي معاها. خلي بالنا العدس هنا انا غسلاه مش نقعاه خالص. نحضر بقى الشعريه. انا خليت شويه من الزيت كده في الطاسه وبدات احط حوالي ربع كوبايه من الشعريه، وهبتدي احمرها لحد ما توصل معايا للون الذهبي الغامق كده. تمام. هطفي عليها بقى وهروح على العدس بتاعي. انا باخد من العدس هنا قبل ما احط عليه الشعريه. الحته دي اتحذفت مني للاسف وانا بمنتج الفيديو. باخد منه، ما اتصورتش يعني، شويه من ميه العدس وبحطهم على جنب لاني بعمل بيهم الدقه بتاعه الكشري. هنزل بقى بالشعريه كلها كده زي ما انتم شايفين. وكمان هكون مجهزه حوالي نص كوبايه من الرز مغسول بس برضو مش نقعاه. هضيفها على الشعريه والعدس، وهبتدي بقى اسيبه يتشرب كده. هقلبهم مع بعض، وهحط كمان فص ثوم بقطعه نصين وبسيبه مع العدس، وبحط شويه من الملح. نخلي بالنا انا ما بحطش كمون خالص مع العدس والرز. هقلب ده كله كده كويس جدا. يبقى انا سلقت العدس. العدس هنا اتسلق عندي نص سوا، وبحط عليه بعد كده الشعريه المتحمره، وبحط عليه الرز والثوم والملح. واول ما يتشرب الميه بتاعته زي ما انتم شايفين كده، بجيب شويه من البصل اللي انا حمرته، وبفركه بايدي كده وبحطه على العدس والرز. بيدينا طعم فظيع بين العدس والرز في حته تانية خالص. زي ما انتم شايفين انا عملت العدس والرز والشعريه كله في حله واحده. هبتدي بقى اهدي عليه النار واغطيه واسيبه يستوي عادي خالص. هنا الميه اللي انا خدتها من العدس باخدها كده على طول وهي مغليه، بحط عليها عصير ليمونه عشان اجهز بقى الدقه بتاعتي. هحط عصير ليمونه، وهحط كمان حوالي معلقه كبيره من الخل ومعلقه كبيره من الثوم، وكمان نص معلقه او معلقه من الكمون. يبقى انا حطيت في ميه وكمان معلقه من الكزبره. حطيت في ميه العدس اللي غليت شويه كده، اخدت منها حوالي كوبايه على قد ما انا عايزه، يعني الكميه اللي انا عايزاها على طول بزودها علشان كده. حطيت فيها الثوم والليمون والملح والخل والكمون والكزبره، وقلبت كويس وكده خلاص الدقه عندي جاهزه. نعمل بقى الصلصه. وزي ما انتم شايفين انا بستخدم الزيت بتاعي اللي حمرت فيه البصل. حطيت شويه زيت كده حلوين، يعني حوالي معلقتين كبار، ونزلت بشويه من الثوم. هقلب التوم بقى كده ويدوبك كده. انا هنا مش عايزه التوم ياخد لون ولا اي حاجه، هسيبه كده لحظه واحط عليه معلقه من الكزبره. يبقى انا هنا بحط الزيت وبحط معلقه من الكزبره والثوم بتاعي. نخلي بالنا ان الزيت اللي متحمر فيه البصل بيخلي طعم الكشري حلو جدا، غير لما نستخدم زيت مش متحمر فيه البصل. جربوا التكه دي معايا، ودي حاجات انا بعملها مخصوص في الكشري، يعني ممكن ما تلاقوش حد بيعملها غيري. انا حطيت كمان ربع معلقه صغيره من الحبهان والورق اللوري، ودول بطحنهم مع بعض وبحطهم في صلصه الكشري. هنحط بقى الكمون
والملح بتاعي، وكمان هحط معلقة من السكر عشان تعادل الطعم، يعني ما يبقاش الصلصة عندي مززة قوي. هسيب الصلصة بقى تتسبك ونجهز مع بعض المكرونة. انا هنا بحط نوعين مكرونة بس في الكشري، بحط الاسباجيتي والمرمرية الصغيرة. بجيب الاسباجيتي كده اقطعها صغيرة جدا زي ما انتم شايفين، بقطعها على 4 عشان بحبها تطلع كلها في المعلقة واحنا بناكل، ما تغلبناش يعني. اول ما المية تغلي بقى هحط فيها معلقة من الملح وكمان معلقة من الزيت، وهنزل بالمكرونة المرمرية الاول غلوتين 3 كده، وابتدي انزل بالاسباجيتي بعد كده. طبعا احنا عارفين ان المرمرية بتاخد، يعني الصغيرة دي بتاخد سوا عن الاسباجيتي شوية، عشان كده بنزل بيها الاول. كده الصلصة خلاص عندي تمام. هنسيب المكرونة تتسلق بقى ونحضر الشطة. معلقتين كبار برضو من الزيت بتاعنا اللي احنا حمرنا فيه البصل، وعليهم معلقتين كبار من الشطة. هسيبها بقى كده مع الزيت، هقلبها واسيبها مع الزيت تغلي غلوة كده. بعد كده بقى هزودها بشوية من المية بعد ما تغلي، وهحط كمان عليها معلقة من الصلصة. وبكده تكون عندي بقى الشطة تاخد لها غلوتين بعد ما احط عليها المية والصلصة. واطفي عليها، تركز بس شوية كده علشان تتقل معايا. كده الشطة عندي جاهزة. تعالوا بقى نشوف المكرونة اللي سلقناها وخليناها ما تتسلقش قوي، يعني 3/4 سوا بس. هصفيها وهاخد حلة المكرونة هي بعد ما صفيت المكرونة، واحط فيها معلقتين كبار من الزيت اللي حمرنا فيه البصل، وكمان معلقة كبيرة من الثوم المفروم. والتكة دي بقى خاصة بيا انا، بتخلي المكرونة طعمها في حتة تانية خالص. زي ما قلت لكم، هقول لكم تكات هتخلي المكرونة او الكشري كله في طعم مميز جدا. معلقة كبيرة من الكزبرة، هقلبهم مع بعض. اول ما الريحة تطلع كده، بس ريحة التوم تطلع بالكزبرة، وهنزل بالمكرونة بتاعتي تقلبتين، وكده المكرونة جاهزة. وكده جهزنا كل حاجة في الكشري. عملنا الصلصة، عملنا العدس والرز، وعملنا المكرونة والشطة والدقة كمان. نغرفه بقى زي ما قلت لكم في تكات كده عملناها في الكشري، مش هتشوفوها في اي مكان تاني، بس هتخلي الكشري مميز جدا وطعمه حلو جدا وفي حتة تانية بجد. الكشري مش عايزة اقول لكم يعني انا بضعف جدا قدام الكشري. هو حلو جدا يعني، بس بحب اكله بطعم حلو الحمد لله. الطريقة دي انا مميزة بيها جدا، الكل بيحب ياكل الكشري جدا جدا من ايدي. هتجربوه هيعجبكم، وهتحسوا ان انتوا قبل كده ما كنتش بتاكلوا كشري يعني. مميز جدا بفضل الله. يلا جربوا بقى الكشري بالطريقة دي. بصل مقرمش، طعمه مظبوط جدا. هيعجبكم جدا ان شاء الله. قولي رأيكم ايه في الكومنتات. متنسوش لو عجبكم فيديو لايك وشير، واقول لكم مع الف سلامة.